عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بما اننا ما بننزلش كتير، يعني بنزل اجيب طلبات او اي حاجة، فقلت بقى اصور معاكم فلوج كده في السريع. ابني طلب ياكل كشري، يعني يومنا بدأ من محل الكشري. بدأت بقى اصور لكم وهو بياكل بقى الكشري، لان هو حابب الكشري جدا وكان عايز ياكله، وانا كنت عايزة اكل برجر، بس قلت له كل بقى كشري على ما اشوف حد اكل من عنده برجر. قعدنا نتصور كده شوية، وهو قعد يقول لي صوريني وكان مبسوط خالص. فقلت له هنعمل بقى تصوير كده او فلوج صغير، فيديو صغير كده بتفاصيل يومنا لحد بالليل كده، لحد قبل النوم. بس قلت بقى انزل اجيب طلبات، بس ايه نلبس بقى ونتشيك واحنا هنتمشى كده مع بعض بالليل في الهدوء. فمش هكدب عليكم، البلد اللي انا فيها ما فيهاش اماكن كتير للتصوير وحاجات من دي. نزلنا كده، قلت له تعالى نجيب عنب، نفسي كده راحت للعنب، فقلت له تعالى نجيب عنب. فكان في حد فارش كده بتاع عنب، احنا كده بنصور لكم واحنا ماشيين. وصلنا لبتاع العنب بقى ورحنا نجيب منه. وبعدين اخدت ادم بقى ومشينا، فلقيت كده مطعم اكل، قلت له تعالى ما اسال فيه على سندوتش برجر، عشان انا عايزه اكل برجر جدا، ومش لسه بقى هقطع طماطم، ما كانش عندي بقى حاجات البرجر في البيت. وقلت لا، هو سندوتش كده في السريع. فاحنا كده في المطعم واحنا بنصور، فقلت بقى اخده كده واقعد اكل البرجر على جنب. وبعدين كان يوم لطيف كده وظريف لحد ما روحنا البيت. احنا استمتعنا كده بره، اهو جبت بقى البرجر بس ما كانش فيه اضاءة، وقعدت اكل معاكم. بصوا البرجرايه نازله من تحت ازاي. هو ما عجبنيش قوي الصراحه، بس كان مقدم. بصوا بقى انا هديت، الجو حر قوي النهارده، شايفين كده عاملين ايه؟ الجو حر قوي، ولسه جايه من بره جايين فقلت اهو. نشرب ميه. لازم نشرب ميه في الحر ده يا جماعه. اهم حاجه الميه. ايوه، لكن تكون ساقعه ساقعه مش سخنه. وقلت اصور معاكم فلوج سريع، فيديو سريع سريع. جيبه وتيشيرت، وانا لابس تيشيرت. ماشي. وجبت ده الشيبس، بحبه بيك قوي، شيبس. لو انتوا من عارفينه الحاجات هو اللي مش انا مقاطع. بحبها قوي بجد، مش مقاطعه طبعا. ومن اول ما نزل وانا بحبه، كان نفسي اكل سندوتش برجر، والحمد لله اكلته وتمت العمليه بنجاح. وانا قلت اكلت بقى مش لسه هجيب كمان واعمل وموال، لا، وما كانش عندي طماطم والحاجات دي. طعمه تحفه. تحفه يا جماعه، في طعم تانية منه. بحب اللي هو بالليمون الحلو ده. وفي كمان جبنه متبله. جبت شويه حاجات، لنا شويه حاجات. ده تبعنا نسكافيه، يتعمل ايس او هوت عادي. النسكافيه ده ليا يا جماعه. تلامور اهو، هو بالشوكولاته. ايه ايه ده؟ اهو لو ما هو شفتوه. ايه. جبت كمان دي وجبنا صدور كمان بانيه، مكرونه. قلت اجيبها عشان مش بعرف انزل بالنهار في الحر والبهدله، عشان عايزه اعمل مكرونه بشاميل. اساسي البن. جبت بقى المره دي تمن بن ب55 جنيه. هي حبها في البن. ابعد انت بس. نعم. انا قلت اصور معاكم فلوق كده في السريع. جبت القهوه، يا لهوي على الخطاره، ايه ده. وريني. من عطارة عندنا، هو بيتباع الكيلو ب400 جنيه، بن اندونيسي بس تحفه. جربته كذا مره، فقلت ان انا اروح اجيب ايه اللي هو الحجم التاني. طبعا عشان هنعمل نجرسكو، فجبت مكرونه اقلام كده. بما اني هعمل نجرسكو، فانا جبت كده كمان اللبن اللي انا هعمل بيه البشاميل، اللي جبت نص كيلو لبن بس. ايوه يا جماعه لبن. وجبت نص بانيه، وكمان زي كيلو الا ربع كده مكرونه. وقلت ايه عشان الحاجه تبقى عندي، وبالنهار اعمل الغدا كده في السريع وما ياخدش معايا وقت، عشان رايحه المستشفى الصبح واما اجي بقى اعمل اللي ورايا. وهو ده الفلوج بتاعنا، واحنا وصلنا البيت. هشوف بقى هعمل ايه. الشيبس يا جماعه. كل بقى بيك شيبس. عنب كمان يا جماعه. ونسيت كمان اقول لكم ان انا جبت ايه،
نص كيلو عنب بس وجبنة لسه ما دقيق كمان. اتغسلش، وكمان ربع كيلو دقيق ب5 جنيه. مامي ايوه. طبعا بقى جينا غيرنا، اخدنا الشاور بتاعنا، شغلنا المروحه، لبسنا الاسدال عشان نصلي. بص صلاه بقى كامل ممكن الليل كده. كمان نهوي نفسنا ماشي. دي. وهنعمل السكين كير بتاع العنايه بالبشره. اول حاجه هستخدمها معاكم وهي ماء الميسلر دي او الميسلر ووتر بتاعه تيلو فيل، منتج مصري بديل لمنتجات المقاطعه وحلوه قوي. كبيره، حجمها 250 مللي، وكان سعرها 180 جنيه، بس حلوه قوي بجد. ومن الحاجات اللي بتنضف البشره. طبعا مش حاطه ميك اب غير كنت حاطه الروج هو اتمسح، وكمان هي بتنضف البشره. يعني الحلو ان احنا هننضف بشرتنا. كنت حاطه كريم عادي جدا، كريم تفتيح وكريم للعين وكده. فكل اللي انا هعمله ان انا هجيب قطن، وقطن عادي جدا، وهنضف بيها وشي. هو القطن ده يا جماعة، اسكت يا حبيبي. القطن العادي. وعايزه اقول لكم حاجه، عاملين طبعا ما شربتش قهوه طول اليوم، وكنت جايبه معاكم قهوه ووريتها لكم، فخلاص قربت اخلص. فجينا قربت اللي هي قربت تخلصها. قلت اعمل بقى قعدت شويه اشرب قهوه منها صغيرين. اه دي حبيبي. يا ماما مش هناخد عايزة، بقى عايزة القطنه اعمل بتاعتنا. معاك. يا حبيبي اسكو، ماما عايزة اعمل معاك الفيديو. دي فقره البنات. فكرة وهنمسح البنات عادي. وشنا كله نمسح بيها. كل الوش اهو. وشها من فوق من عند جايبينها حلو. عند جايبينها. ايوه. بيقول لكم من عند جايبينها. ده احنا هنعمل انا وهو فقرات خالد وام خالد. بعد ايوه كده كل يبقى حاجة. ادم وام ادم. ايوه هنسمي القناة بتاعتنا ادم وام ادم كلها. ان شاء الله. اوعي يا ادم عشان ما تنسوش اللايك والاشتراك. يقول لكم ما تنسوش اللايك والاشتراك. بصوا ده الروج، مطرح الروج كان على شفايفي. اوريكم الروج. وكمان ما مش تنسوش عارفه اوريكم دلوقتي. زر التنبيهات. هو من ميه سينما لونه، زر التنبيهات. وبعدين من الناحيه التانية يا جماعه. والقطنه ما بتكدبش. طبعا بيبقى فيه اتربه يا جماعة هتعرفكم عن ده كمان مع ده بتاعي. ده بتاعي اساسا. فبيبقى فيه بصوا ده بتاعي هتعرفكم عليه. بتاعي يا جماعة. اي حاجة تحطوها على وشكم. دي اي حاجة بتحطها على وشها بتخلي البشره اول ما بتشوف حاجة بتقوم يا ادم يا حاطها على حبيبي. وشها. انا مش عايزة وشي الحمد فكرة لله البنات نضيف. عادي. في بس حبايه صغنونه لازم هنا. تخلوا. طبعا انا رحت بعدها غسلت وشي بميه بس. ماشي. وهستخدم ده اللي هو السيرم بتاع دكتور رشيل، بتاع ديزار. سيرم ديزار بتاع فيتامين سي وفيه هيلورونيك اسيد. لازم بشرتنا تبقى منديه شويه، وهو طبعا في اللحظات الاخيره بيفنش. خلص اصلا. محطوش من زمان، وخدت منه حبه كده على ايدي، وهبتدي اوزعهم على وشي. واللايت بقى. المهم الحركة دي بقى عشان السيرم يدخل في كل البشرة. عندي بقى الكريمات المرطبة بتاعتي. ممكن احط الكريم ده ريتش بانسونول، وكنت شاركته معاكم في فيديو الكريمات. وده على فكرة ده فيه زنك اوكسيد او اكسيد الزنك. وده كمان ده بتاع الاطفال بتاع ماي واي، اسمه ماي بيبي للاطفال لمنطقة الحفاض. فهو حلو ومرطب وملطف للبشرة. هو فيه اصلا جوه كده. من الحاجات الحلوة يعني. اوقات بحطه واوقات بحط المرطب، بس انا هستخدم الريتش بانسونول. شايفين؟ استنوا معلش بصوا الكايته والروحه الصغنططه دي كانت جايه لي هديه. القهوة كانت حلوة.
شرب القهوه بتاعتي. بصوا فيها اباجوره، فيها اضاءه كده بتنور اهي من غير النور بقى عشان الاضاءه بتاعت الرينج لايت، هي بتنور يعني ممكن تقيد اباجوره وكده. حلوه قوي يا جماعه، بتهوي، ليها شاحن بتتشحن دي، وليها 3 مستويات. فدي بقى من الحاجات اللي ايه لو احنا عايزين السكين كير بتاعنا ينشف بسرعه او كده ممكن نستخدمها. نحط الكريم، اوقات بحط الاكراتين، بس انا بكره رايحه للدكتور، رايحه المستشفى وهطلع بدري في الشمس، فمش ببقى عايزه بشرتي تلتهب اكيد، بحط صن بلوك عادي، بس برضو مش عايزه بشرتي تبقى حساسه قوي لان الفتره اللي بتقرب فبتبقى بشرتي حقيقي بحسها ملتهبه كده وبتحرقني بتوجعني. بس انا طبعا كنت حاطه كريم عين، كريم تفتيح، فمش هحط اي حاجه تاني. كل اللي انا عملته ان انا استخدمت الفيتامين سي واستخدمت الكريم المرطب. طبعا لازم ما ينفعش نستخدم اي سيرم من غير مرطب. بعد كده هنعمل حركات بسيطه قوي، بس انا ايديا تعباني. بتشد البشره حلوه قوي. بعمل معاكم يا بنات روتينات حلوه كده خفيفه وفلوجات في السريع سواء في البيت او بره البيت كده، شاركها معاكم. حاسه ان الفيديو كده اداني طاقه وشجعني. حلوه قوي، ما استخدمهاش من زمان. وهنحط اي مرطب ليب بالم على الشفايف، دي انا كنت عاملاها في البيت وتحفه قوي بزبده الشيا. حاطه فيها مرطبات عظيمه عندي بقالها كتير، بقالها داخله في سنه. كنت ببدل بينها هي واي ليب بالم، فانا عاملاها في البيت، هبقى اشاركها معاكم مره تانية. كان فيها فازلين وفيها زبده شيا وحاجات حلوه وبس. وهو ده الروتين بتاعنا. بعد كده بقى برطب ايديا ورجليا، باخد العلاج بقى اللي انا باخده وبعدين بنام. نشرب ميه كتير عشان نضاره بشرتنا بتبقى نضره وحلوه بالميه. نسيت، لا انا شلت المسكره الحمد لله، المسكره اتشالت. كنت ناسيه ان انا حاطه مسكره بس الحمد لله اتشالت مع بالميسلر ووتر وكده. هو ده الروتين بتاعنا وشكرا. اشوفكم على خير في فيديو جديد. هروح بقى اصلي. حاولوا تصلوا القيام يا جماعه، القيام من الحاجات الحلوه قوي اللي ربنا بيكرمك بجد وبيحقق لك بيها اللي انت عايزاه، فحاولوا تداوموا على الصلاه دي وبس كده. اشوفكم على خير في فيديو جديد. طيب اوعوا تنسوا تعملوا لايك واشتراك في القناه، وان شاء الله هنعمل فيديوهات مع بعض كتير الفتره الجايه. وتاني يوم بقى لما عملت النجرسكو حبيت اصورها معاكم واقول لكم شوفوا لي الجمال ده بقى. عملتها في البايركس، طلعت تحفه، جوسي وجميله قوي وطريه، وانا بحب يبقى فيها صوص كده زي ما انتم شايفين الجمال. فانا حبيت ان انا اخد اللقطه دي كده معاكم واوريها لكم. وطبعا لو عايزين انا هبقى برضو اسيب لكم مقادير الوصفة او كده في صندوق الوصف، او تتابعوني بقى على قناتي التانية، هسيب لكم اللينك بتاعها تدخلوا تتابعوني فيها، وان شاء الله هتشوفوا بعمل معاكم اكلات وروتين وحاجات حلوة. شايفين؟ بصوا انا ما استحملتش بصراحة ان هي تبرد، ما استنيتش عليها تبرد، انا قلت لا احنا لازم ناكلها بقى وهي سخنة. طبعا الجو حر بس بصراحة بيبقى طعمها حلو قوي. من الحاجات اللي انا بحب اعملها لو مستعجله او عايزه اعمل اكل في السريع، وفي نفس الاكل في نفس الوقت تبقى الاكله حلوه ومغذيه وفيها فوائد، فيها بروتين، طبعا فيها فراخ، فيها مكرونه، فيها بشاميل، يعني فيها اكله غنيه جدا، فيها بقى لبن
وفراخ وكل حاجه. فزي ما انتم شايفين بدأت بقى اغرف الاكل بتاعنا وناكل بس. فقلت بقى ان انا اضيف معاكم المقطع ده بتاع النجرسكو بس كده عشان اشوقكم وتروحوا تعملوها، واللي بيحبها بقى يقولي. وبس كده، هو ده الفيديو بتاعنا. اشوفكم على خير، فيديو جديد، فلوج جديد ان شاء الله، فيديوهات حلوة قوي مع بعض. وقولوا لي برضو لو حابين تشوفوا حاجة معينة واحنا مع بعض. اشوفكم على خير، باي باي.